إدارة برشلونة تضع خطة اقتصادية من أجل تأمين عودة الأسطورة ليو ميسي لكاتالونيا وتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الفريق. وترتكز هذه الخطة على التوقيع مع ميسي لمدة موسمين مع إبرام شراكات تسويقية بين النادي واللاعب. ويتوقع النادي أن عودة ميسي ستجعل الفريق يضاعف من مداخيل الموسم 3 مرات، وتشمل هذه المداخيل بيع الأقمصة وبيع التذاكر والرعاة، وكذلك التأثير على شبكات التواصل الاجتماعي والرفع من عدد زوار مرافق النادي. كما يخطط برشلونة لمشاركة ليو ميسي في احتفالات الذكرى 125 لتأسيس النادي في نوفمبر 2024. وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو أن مصادر من داخل النادي تعترف بأهمية ميسي من الجانب المادي أكثر من الجانب الرياضي، وترى أنه مفتاح للخروج من الأزمة التي قد تدمر الفريق مستقبلا. ميسي سيحصل على راتب أقل مما يحصل عليه في باريس سان جيرمان بسبب قوانين الدوري الإسباني الذي تمنع برشلونة من رفع الأجور، لكن البرغوث سيحصل على أرباح قد تصل ل50% حسب ما ذكرت الصحيفة.